جميل جدًا. بُصّوا لونه ولا حطينا ليه أي إضافات ولا أي حاجة، زي ما بيتحط برّه في المطاعم. بجد هتعملي فول زي الزبدة، طعمه حلو جدًا وجميل ولونه فاتح، وهيفضل معاكِ بنفس اللون ده لغاية ما يخلص معاكِ الكمية اللي أنتِ عاملاها. هنحط له بقى زيت الحار ونحط له الدقة، هاقول لكم عملتها إزاي، والطحينة والليمون، هنضبّطه يعني زي ما بنجيبه من برّه، وأحلى كمان لإن أنتِ اللي عاملاه. هنا بقى جبت الفول كده. أنا باعاير بالكوباية دي لإن أنا جايبة الأكياس اللي هي نُص كيلو، فحطيتها كلّها في عبوة واحدة اللي هي الملازمات بتاعة المطبخ بتاع اللي باحط فيها البقوليات. فعارفة أنا كنت وزنت النُص كيلو حوالي 3 كوبايات من الكوباية دي، فهاعاير 3 كوبايات. و هاعمل نُص كيلو بنُص كيلو عشان باحب يبقى الفول طازة دايمًا. ما باحبش إن أنا أحطه في الفريزر. باعمله أول بقى يكون صابح رمضان، هنتسحر أول يوم، فباعمله في اليوم دوّة، ويبقى كده طالع سخن وجميل. وبس يشيله بقى في العلب بتاعة تupperware في التلاجة عندي، وأطلّع منه لكل يوم إن شاء الله السحور، ولمّا يخلص أعمل غيره. أنا هنا زي ما أنتم شايفين الفولات بتبقى بالشكل ده. طبعًا بانقّيها لا يكون في فولة مسوسة، فولة بايظة، باشيلها من قلبها، من قلب الفول دوّة. وبعد كده باجيب مَيّة وبانقع الفول. هانقعه من بالليل. أنا نقعته يوم التلات كده بالليل. هانقعه واسيبه لتاني يوم نعمله إن شاء الله، هيبقى صابح الأربع علشان هنتسحر طبعًا يبقى صابح الخميس رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. هانقعه بقى بالمَيّة، أغطيه بالمَيّة واسيبه لو احتاج بقى خلاص كده. طبعًا سِبته لتاني يوم الصبح. زي ما أنتم شايفين الفولاية طبعًا بقت شكلها مختلف خالص غير لمّا إحنا كنا حاطينها. آآ نفشت خالص تمام، بقت بالشكل ده. هتلاقوا بُصّوا في واحدة اللي هي تبقى مكرمشة دي كده كانت لسه برضه ما خدتش وقتها في النقع، مع إن أنا سِبته من بالليل لغاية تاني يوم. النهارده إحنا دلوقتي الضهر. تمام أهو. هابتدي بقى إن أنا أجيب الفوالة بتاعتي واحط فيها الفول بتاعي. انا حطيت الفول اهوت في الفوالة. تمام. طبعا احنا قبل ما بننقعه لازم نشوف لو في اي فولة مش سليمة بنشيلها من الفولة عشان ما يبوظش علينا الفول بتاعنا. في فولة مسوسة، فولة فيها اي حاجة لازم نشيلها. انا هنا بنفس المعيار اللي انا عايرتي بيه طبعا على حسب الفوالة بتاعتي بتاخد قد ايه. انا كنت معايره 3 كوبايات. ال3 كوبايات دول ليه عايرت بالكوبايه دي بالذات؟ لان انا كنت جايبه الاكياس دي مقفوله. لو شفتوها في المشتريات كانت بتاعه الضحى. ف حبيت اعرف، كنت بفضيها في العلب، فحبيت اعرف الكوبايه النص كيلو هيبقى كام كوبايه. 3 كوبايات. فانا عملت كمان بنفس المعيار كوبايه عدس غسلتها كويس جدا. هحطها بقى على الفول بتاعي. طبعا انتوا اللي متابعيني عارفين انا كل سنة بعمل الفول بنفس الطريقة، بيطلع تحفة جدا واحلى من بتاع العربيات كمان، بجد خطير. كده اخدت العدس كله، الكوباية العدس، وهاخد كمان شريحة 3 شرايح ليمون كده، ليمونة يعني قطعتها شرايح وهحطها، هرميها كده في الفول بتاعي. هجيب ميه مغليه، ميه مغليه، وابتدي انزل على الفول بتاعي بالميه المغليه. عايزه بقى هتسويه على عين البوتاجاز يبقى يعني شعرايه خالص من النار هاديه خالص. هنوطي عليها زي الشمعة بالظبط. الله اكبر. هنا حطيت الميه المغليه بتاعتي، ما ينفعش احط ميه ساقعه. تمام. وهناخد طبعا كل ما هنغطي بقى الفول بتاعنا كويس جدا. تمام. انا كنت عايزه احط قطايه، عايزه تحطي حطي، مش عايزه انا مش هحطها. انا ما بحطش قوطه ولا اي حاجه للفول بتاعي غير كده بس. واخدها على الدماسه بتاعتي كده، وابتدي ان انا اشغل بقى التماسة او اكون مسخناها قبلها، واسيبها تستوي براحتها. بتاخد 6 ساعات 5 ساعات على حسب
النار اللي انت مشغله عليها. انا بسيبها لغايه ما تاخد وتدي مع نفسها على نار هاديه جدا، ولغايه ما الفول يستوي. هقول لكم دلوقتي الساعه كام. دلوقتي الساعه 12 ونص. تمام. الأذان دلوقتي بيدن. هنشوف هتخلص هياخد الوقت معانا الفول قد ايه. طبعا لازم يكون في ميه مغليه جنبينا في الكتل. كل ما نحتاج نشوف الفول محتاج ميه نزود ميه مغليه. ما ينفعش ازود ميه ساقعه خالص، لازم ميه سخنه. وهنسيبه بقى كده. عايزه طبعا ما عندكيش فواله، لا يكون عندك حله بس الغطا بتاعها محكم، تكون مقفوله كويس، ما يبقاش فيه اي هواء خارج منها ولا اي حاجه. تحطي فيها الفول وتوطي النار عليها خالص زي الشمعة وتسيبيها تستوي الفول براحته على الهادي خالص. هشوفكم بقى بعد ما الفول يستوي، هنشوف خد كام وقت ونشوف الفول بتاعنا بقى شكله ازاي. كده خلاص الفول بتاعنا خلاص استوى. عدى عليه يعني انا سبته من الساعة 12 ونص. هو المفروض 6 ساعات بالكتير هيبقى الفول حلو جدا واستوى. بس انا سبته لغايه الساعه 9 ونص بالليل. سبته لغايه ما يتهري خالص. هتشوفوا دلوقتي. بصوا انا بطلع لكم بالكبشه اللي هي الصغيره والكبيره، عشان دي كانت كبيره على مش عارفه اطلع بيها كويس اللي هي الكبيره. بصوا لونه جميل جدا. ما حطيناش اي حاجه غير العدس وغير شرايح الليمون اللي قطعتها شرايح، وسبته ياخد مع نفسه على السخان بتاع اللي انا حطيت عليه الدماسه ديت. نار هاديه جدا احسن من البوتاجاز. وبسيبه وانساه خالص لغايه ما يستوي. زائد كل ما يحتاج ميه يكون جنبيه الميه مغليه من الكتل، واحط الميه لغايه ما استوى بالشكل دوت. انا هنا حطيته في الطبق وحطيت الزيت. هنا عندي الدقه. الدقه دي عاملاها كوبايه صغيره من الخل، وكوبايه من الليمون، وكوبايه من الزيت في نفس المعيار، وقلبتهم كلهم مع بعض. وكمان ضربت كزبره مع بقدونس مع شبت في الكبة، وحطيت عليهم الزيت والليمون والخل وقلبتهم كويس جدا، ومعاهم معلقة كمون ومعلقة كزبرة ومعلقة ملح. ودي الدقة معانا اللي بتبقى موجودة عند الراجل، وحطيتها على الفول. طبعا انا قدمته كده معاكم، لكن انا بضربه في الكبة بيبقى بوريه كده زي ما بنجيبه من المطاعم. بيبقى مهروس جدا، انا بحبه يبقى مهروس. وادي الفول معاكم بقى بالشكل دوت. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين وصيام مقبول ان شاء الله. وكده يبقى خلصنا طبق الفول بتاعنا. حطينا الزيت حطينا زيت ذرة عليه، وزيت بذر الكتان اللي هو زيت الحار اللي هو الازازه اللي جنب اللي كنت حطاه، وحطينا الطحينه والدقه اللي عملناها. وبكده يبقى خلصنا طبق الفول زي ما انتم شايفين. شايفين شكله من القدر عامل ازاي. هيفضل معاكي بنفس اللون دوت لغايه ما يخلص معاكي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وسحور مقبول ان شاء الله وصيام مقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.